مساء الخير. من بعد غياب رجعت لكم بفيديو جديد اليوم اللي هو مدفون الدجاج، تغيير عن الكبسة وعن المندي وهي الشغلات. أكلة كتير طيبة وخفيفة وما بتاخد معنا وقت. طبعا ما بدنا ننسى ندعي لأهلنا في فلسطين الله يشفي جرحاهم ويرحم شهدائهم وينصرهم يا رب العالمين. والواحد ما له نفس يعني يعمل أي شي بسبب هالمناظر اللي عم بيشوفها. عم ينطفى قلبه وعم يبكي قلبه يعني وعم تبكي عيوننا، بس ما طالع بإيدنا شي إلا ندعي له إنه الله يفرج كربهم. وهلأ بدنا بقصتنا. بالخلاط رح نحط ثوم، بصل مقطع، بندورة. فيكن تستخدموا بندورة طازجة أو معلبة، أنا استخدمت معلبة لأنه بهذا الوقت أطيب. معلقة صغيرة كزبرة، نص معلقة كركم، نص معلقة فلفل أحمر بابريكا، نص معلقة زنجبيل، نص معلقة كمون، نص معلقة قرفة مطحونة، نص معلقة هيل مطحون، نص معلقة فلفل أسود، ملح وزيت زيتون. رح نضربهم بالخلاط لحد ما يصيروا ناعمين معنا. راح نحط هاي الخلطة فوق الفروج. طبعا الفروج فينا نستعمل فروجة كاملة بنقسمها نصين، فينا نستعمل أوراق كاملة مع دبوس، فينا نستعمل دبابيس، نستعمل الجزء اللي بنحبه بالدجاجة. بدنا ننقعهم تقريبا نص ساعة، نتركهم بهالتتبيلة، وبهالأثناء رح نبلش نشتغل ونطبق الطبخة. طنجرة رح نحط زيت ونصف شرايح بصل، أنا استخدمت بصلتين، شرايح فلفلة خضراء وفلفلة حمراء، شرحات بطاطا. وطبعا الخضرة فيكن تتحكموا انتو فيها وتحطوا قد ما بدكم. راح نرش رشة ملح على هاي الخضرة، وبعدها راح نحط الفروج اللي نقعناه فوق البطاطا والفلفلة والبصل. والصوص اللي ضل معنا راح نحطه فوق الدجاج ونفرده بالمعلقة. راح نغطي الطنجرة ونرفعها على النار. أول شي النار راح تكون عالية، بس بلش يغلي معنا الدجاج راح ننوص تحت الطنجرة ونتركها تستوي تقريبا ساعة. طبعا ما رح نضيف ولا نقطة مي، هاي المي اللي عم تنزل معنا كلياتها نزلت من الدجاجة رح تستوي بميتها. هلا بدنا نحضر للرز. الطنجرة رح نحطها على النار لحتى تغلي المي معنا. أنا استخدمت للسرعة مي مغلية فورا. بهاي المي رح نحط ليمون مجفف، ورق غار، قرفة وكبشة قرنفل، ورح نحط زيت مشان ما يلزق الرز مع بعضه. وما بدنا ننسى نضيف الملح. وعنا كاستين ونص رز، أنا غسلتهم كتير منيح وصفيتهم لحطهم بالطنجرة واتركهم يغلوا لحتى يستووا معنا 3/4 الاستواء، ما بدنا اياهم يستووا على الأخير. رح ياخد معنا الرز من 10 دقايق لربع ساعة. رح نقيمهم ونصفيهم بمصفاية، رح نتركهم بالمصفاية لبين ما يستوي معنا الدجاج. بس استوى معنا الدجاج رح نحط هذا الرز فوقه. طبعا هلا استوى معنا الدجاج مثل ما شايفين، هاي المي اللي نزلت من الدجاج لأنه استوى لحاله بدون ما نضيف له ولا نقطة مي. رح نضيف الرز فوقهم ونغطي الطنجرة تقريبا 3 ساعة لحد ما نشف معنا مية الرز. بعد 3 ساعة رح نقيم الغطا ونحط معلقة الزعفران ونرجع نغطي الطنجرة كمان 3 ساعة لحد ما يستوي معنا الرز. هلا بنحرك الرز، وصحة وهنا. ولا تنسوا تدعموني بلايك إذا عجبتكم الوصفة.